مكاسب مباراة الأهلي من مباراة الأهلي ويانج أفريكانز. لو ركزت في الصورة هتعرف قد إيه الأهلي بقى بأي لاعب بيكسب، بأي تشكيل بيقدر إن هو يكسب. لو ركزت في الصورة كويس هتعرف إن في التشكيل بتاع بلدية المحلة الأهلي كان بيلعب بباك يمين غير اللي كان بيلعب النهاردة، بباك شمال غير اللي كان بيلعب النهاردة، كان بيلعب بثلاثي خط وسط غير اللي كانوا بادئين النهاردة. لو شفت خط الهجوم هتلاقيه مختلف تماما. اذا الاهلي باي تشكيل بيقدر يكسب في وجود منظومة كولر. الاهلي الماتش ده بيبدأ بثمان لعيبة عكس المباراة اللي فاتت. ولو ركزت في المباراة الاولى بتاعت ميدياما هتلاقي ان الاهلي في مباراة البلدية عمل تشكيل. فمكاسب مهمة جدا للاهلي وهو بيعمل روتيشن بيقدر يكسب وبيقدر يقدم شوط تاني جيد افضل من الشوط الاول. اهلي بيلعب باك يمين اكرم توفيق، وده بالنسبة لي رقم واحد في المباراة. بشوف ان اكرم توفيق قدم مباراة كبيرة جدا بترجعنا لاكرم توفيق اللي احنا بنحبه، واكرم توفيق اللي احنا بندعمه وبنتمنى ان هو يكون موجود. بيقدر يحافظ على الكرة في توقيت بيضغط عليه لاعب واتنين، بيقدر يختار حلول ويخلق حلول موجودة لعمق الملعب، وبيلعب الكرة وبيكمل، وبيقدر يلعب الباص المتقن من رجله بشكل سلس وشكل بسيط جدا. فأكرم توفيق وجوده في مركز الباك اليمين ما يقلش أهمية عن وجود عمر كمال أو محمد هاني. في الباك الشمال رجعنا لمفتاح لعبنا علي معلول اللي قدم شوط تاني من أفضل الأشواط لعلي معلول لحد دلوقتي مع الأهلي في الموسم الحالي. قدر انه يصنع هدف ويصنع اكتر من فرصة كان الاهلي يقدر يسجل منها اهداف تانية. شوف نص الملعب وهتعرف ان في نص الملعب كان عندك مروان عطية، احمد نبيل كوكا، وعمرو السولية. ثلاثي بيجهز ليكون مش هقول بديل او اساسي، لكن ثلاثي بيجهز مع الثلاثي اللي كان موجود المباراة اللي فاتت. كنت بتلعب بكريم ندفد في مركز رقم 6، وبتلعب ب احمد محمد مجدي قفشه، ومعاهم النجم امام عاشور. في المباراة دي لعبت بثلاثي مختلف، فعندك 6 في نص الملعب يقدروا يقدموا ادوار كبيرة جدا، مع كمان وجود ديانج اللي هيرجع من اصابة ان شاء الله يكون مستواه اعلى ومتألق. ففي وجود ديانج هيكون عندك 7 في نص الملعب او 8 في نص الملعب بيقدموا ادوار كبيرة جدا وعلى مستوى متقارب. ودي حاجة لازم تبقى موجودة في الاهلي، لان نص الملعب هو زي ما بنقول كده عمود الفريق. قوة الفريق بتيجي من نص الملعب. لو بصيت في الأجنحة وشفت المباراة اللي فاتت هتلاقي كنت بتلعب برضا سليم اللي راجع من إصابة طويلة، وكريم فؤاد اللي مش بيلعب بشكل أساسي في مركز الجناح اليمين. ومع ذلك قدموا مباراة كبيرة جدا وقدروا الاتنين يسجلوا في المباراة اللي فاتت. والمباراة دي بتلعب بالأجنحة شبه الأساسية بالنسبة لك، بيرسي تاو في اليمين وحسين الشحات في الشمال، اللي صنع الفارق سواء ببداية الهجمة لعلي معلول وبعد كده التحرك والفينش المميز من حسين الشحات اللي بيوصل بهدفه مع الأهلي تقريبا الرقم 20 في 4 أو 5 سنوات. ده رقم كبير جدا بالنسبة لحسين الشحات اللي بيقدم إضافة دايما للأهلي، وده قوة اللاعب تعرفه بأرقامه في إفريقيا، بيعدي لعيبة أساطير زي محمد بركات. فحسين الشحات قدم مباراة كبيرة جدا لحد خروجه. حسين الشحات وبيرسي تاو أجنحة عكس المباراة اللي فاتت، ومع ذلك بنقدر نكسب وبيقدموا أداء قوي جدا في الشوط الثاني بالأخص. نيجي نشوف خط الهجوم وهتلاقي هنا اللي بدأ مودست، وده عكس المباراة اللي فاتت كان بادئ وسام أبو علي الصفقة الجديدة للأهلي. وسام أبو علي قدم مباراة مميزة جدا المباراة الماضية مع بلدية المحلة وسجل هدفين، ومودست سجل هدف لما نزل. دلوقتي مودست كان بيلعب أساسي إلى حد ما مش وحش، لكن عايز أقول بالنسبة لينا يكون رقم واحد في مركز خط الهجوم وسام أبو علي، ويكون رقم 2 كهربا. مودست بشوفه يكون 3، ما ينفعش ياخد فرصة على حساب كهربا. بشوف ان احنا كده عارفين ان مودست مش مكمل معانا، عارفين ان مودست هتكون نهايته معانا الموسم ده، فناخد منه في الماتشات المقفله اللي هنلعب على الكره الطوليه، لكن فرصته ما تكونش على حساب كهربا. كهربا يكون راس الحربه الثاني للنادي الاهلي، يكون البديل. كهربا هيصنع الفارق. ده بالنسبه لتشكيل الاهلي والمكاسب الكتير جدا من مباراه الاهلي النهارده. بتريح ناس وبتجهز ناس، وبتكسب وانت بتريح الناس دي، وبتكسب وانت بتجهز الناس الجديده او بتجهز الناس اللي راجعه من فتره غياب طويله. فدي حاجه مميزه جدا للاهلي تحسب لكولر، ان باي تشكيل باي حد بيقدر يكسب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بشوف قناتي تشترك في القناه، تفعل الجرس وتسيب لايك كومنت للفيديو، وان شاء الله يوصلك كل جديد.